حابب احكي كلمة حق. لولا المغاربة ما انتشر الإسلام بأوروبا، ولولا المغاربة ما تم بناء مساجد في أوروبا. باختصار شديد، أسياد أوروبا هني الجالية المغربي. أنا رحت على بلجيكا، المحبة والترابط، بناء المساجد المغربية بكل حارة ببلجيكا، الأسواق، المحلات، المطاعم. يا الله يا الله، أنا شو ممكن أقول وشو ممكن أحكي، لا بقوافي ولا بشعر ولا بكلمات ممكن أني أعبر عن محبتي لأبناء الجالية المغربي. أنا صح ما بحكي كتير عن الجالية المغربية في هولندا، وما بذكرهم كتير بفيديوهاتي، بس عن جد هي الرسالة اللي وصلتني على الخاص، حزت بقلبي بأنه يا باشا أنتوا عنصريين. لا، مو كل أصابعك مثل بعض. بالمغرب في السيء وفي المنيح، وبسوريا في السيء وفي المنيح، والحق يقال. أبناء الجالية المغربية هني أهل الكرم وأهل العز وأهل الجود وأهل للفزعات. إذا أنت طلبت مساعدة مغربي بيلبيك، بوقت ابن بلدك ما بيلبيك. أول مسجد تم بناؤه بهولندا من أبناء وجدود المغاربة، هني يلي نشروا الإسلام بهولندا وبلجيكا وبأوروبا. هني أسياد أوروبا. أبناء الجالية المغربية بيستحقوا التقدير والاحترام، والحق يقال، وبيستحق بأنه نحن نحكي عن الجالية المغربية. هذا الاشي بيشرفنا بأنه نحن نتكلم أو نتحدث عن أبناء المغرب. أبناء المغرب بحرب سوريا فزعوا لنا وإجوا لعنا على سوريا، وقفوا مع أبناء سوريا ضد النظام بشار الأسد. أبناء المغرب هن يلي وقفوا معانا على الحلوة والمرة، وكانوا معانا دائما. تركوا بلادهم، تركوا أهلهم، تركوا ناسهم لحتى يدافعوا عن نساء سوريا وأطفال وشيوخ ورجال سوريا. ما بتلاقي واحد مغربي عم بيطعن بأخوه المغربي، بتلاقيهم كلياتهم بيحبوا بعض. شفت واحد مغربي على التيك توك باللايفات عم بيقول كبس وشير وزدت لي أسد؟ شفت لي بنت مغربية من بنات المغرب على التيك توك؟ بنات الحشمة، بنات الأخلاق، بناتنا وأهلنا وأخواتنا، أهل الكرم وأهل الأصالة. شفت لي حدا منهم على التيك توك عم بيقول بأنه أنتوا يا سوريين وأنتوا يا سوريين، بوقت كانوا السوريين عم بيطعنوا ببعض؟ شفت لي ولا ما شفت لي؟ فما لكم حق أبدا تحكوا عن الجالية المغربية، ولا لكم حق بتقولوا إنه نحن عنصريين. لا، نحن ما بننكر المعروف. بوقت كانت سوريا عم بتعاني من اضطهاد المجرم بشار الأسد، بوقت كانت سوريا عم بتعاني من الحرب، كنتوا موجودين معنا بالساحة، وكنتوا موجودين بالمعارك، بأول من دافع على نساء سوريا وأرض سوريا وأطفال سوريا. كل الحب والاحترام لكم. شارع المغاربة في مدينة دورتموند ونصف الشغاصة. عايز اقول لكم الفيديو اللي فات كان مدينة دوسلدورف، اما المرة دي في مدينة دورتموند. عايز اقول لكم الشارع اللي ورايا ده اغلبهم مغاربة، اغلب السكان هنا مغاربة، كأنك قاعد في بلدك العربية. عايز اقول لكم ان الاسلام جه وحدنا واحنا كلنا عرب. تعالوا بينا ناخد لفة في شارع المغاربة، يلا بينا. والله انا ماني باوروبا وماني بكندا وماني بامريكا يا جماعة، والله العظيم صدقوني يا جماعة. أنا في المدينة الحمراء، مدينة مراكش، مدينة النخيل. أنا بالمملكة المغربية الشريفة، ما أوروبا بس أحسن من أوروبا، أحسن من باريس، أحسن من كندا، أحسن من أمريكا. تحياتي ناس المغرب كلياتهم. أكثر شيء يعجبني بهالبلد حيويته، نشاطه، شعبه، الجو، الحياة السعيدة. يا عمي الله يحفظ المغرب منطقة القويرة والخير الموجود بي وخليكم وياه. والله تا الخير، والله تا الخير. يا سلام سلم. اللي تشهيتيها تلقاها الخير، والله تا الخير. وما تقولوش لي علاش، حيت هذا المغرب وعاش المغرب والمغرب. تيكفي انه دوك الناس ما وصلهمش شويه ديال الفواكه، غير شويه ديال الفواكه ما وصلهمش، وبزاف ديال الناس. ولكن في هذه البلاد ديال الخير واصل كلشي الحمد لله.
الله يعز المغرب من طنجة قويرة، وصلوا لهم اياه. من اشهر محلات الحلويات في جامع الفنا حلويات بالكبير. هذا هو الحاج ما شاء الله. الله يسعد المساء سيدي. بالكبير تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. انواع الحلويات المغربيه مما لذ وطاب ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. كان غزال الحاضر رقم 1 في المغرب ما شاء الله تبارك الله. يسألوني ليش تروح المغرب؟ وش عجبك في المغرب؟ يلوموني بحب المغرب. هذا هو المغرب. شايفين؟ شوفوا الطبيعة، شوفوا الجمال، شايفين البحر وغابة وجبل. اللهم صل على النبي. ما شاء الله تبارك الله. شاي مغربي. يا الله 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 الله. على البحر. على البحر والمغاربة. نعم. بسم الله. بسم الله. هذا سكر. ايوه. سكر عادي، تبغي سكر عادي خفيف وسط؟ لا وسط. نملة، أنا نملة تمشي على ريح الدسم. بسم الله. بسم الله. حطيت لي نعناع. الله 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 الله. مية سخنة. الله. يا شاي سلام. أخضر. شاي أخضر. تبارك الرحمن، ربي يرزقك آمين. أضعاف أضعافك. آمين. الله يجيب لنا العيد الأضحى. ها إن شاء الله. يجيب لنا العيد الأضحى. آمين. هو اللي برزقنا دابا شوية، لكن الحمد لله. الحمد لله. بسم الله. بسم الله. جماعة جبت العيد. زين اسمعوني. قاعد في الفندق ابي اشرب عصير، قلت له عطني عصير ليمون نعناع. جاني هذا، حتى هو اشوفه مستغرب يقول لي يعني ليمون نطحنوا لك نعناع؟ قلت له ليمون تطحنوا لي نعناع؟ قال اوكي. راح رجع هذا، دخلت جوجل طلعوا الجماعة البرتقال يسمونه ليمون. حلو حلو حلو. والليمون حامض. اهل المغرب اذا انا غلطان صححوا لي. يلا بس على فكرة طعمه جديد. محلات العصاير اعتمدوه، برتقال بالنعناع قوي. والأكل في المغرب يتفوق على الأكل في أوروبا لا علاقة. أنا كنت في باريس، مزيان لقيت محلبة فيها وحدة مغربية قدرت تعطيني أفهمها تعطيني كرواسو ولا في. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم على قناتكم اخبار نيوز في فيديو جديد. كيف عودناكم ديما نجيب لكم الجديد، نتمنى تكونوا باحسن الاحوال. كيف شاهدتوا معنا في الفيديو ديال اليوم، سوري المغاربة هم من أدخلوا ونشروا الإسلام في أوروبا، وهم أكثر جالية تبني المساجد في أوروبا، وكذلك سياح عرب ينبهرون من جمال وتنوع المملكة المغربية. فيديو كان رائع ويستحق المشاهدة. نتمنى تدعمونا بلايك اشتراك في القناة، تعطيونا الآراء ديالكم في التعليقات. شكرا لكم ونتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله.